مثلها، وكل يوم اجي لها انا ما بنساش، انه حاجه يجلس في افكارك ويجلس في مخك لا الابد. انا الاصغر واحد اسمي تريم، واخي الكبير عمره 22 سنه الحين اسمه جبل صبر. ان طبعا سمونا بعد بلا قريات وجبال وحاجه في اليمن، علشان اولا حبوا المدينه تريم، انه مدينه جميله جدا اذا تدروا اذا بصرتوا. وحاجة ثانية سكنوا في تعز تقريبا 4 سنوات، وعلشان هذا سموا أخي الكبير جبل صبر. وبالذات والكل كانوا يسمونه واحد من الشمال وواحد من الجنوب، تريم من الجنوب وجبل من الشمال، علشان يفرغ من الوحدة ومن اليمن الجميع يعني. رحلة جديدة نجتمع فيها معكم، ولكن هذه المرة تختلف عن الرحلات السابقة، ففيها المغامرة وروح التحدي وعالم اقتحمنا مدخله بكل جرأة وشجاعة، ورأينا فيه من الروعة ما لا يوصف ولا يقدر بعقل. وهذه فرصة منحت لنا، فلم نبخل بها عليكم لتستمتعوا بما اكتشفناه. رياضة لطالما سمعنا بها وشاهدناها على شاشات التلفزة، وشككنا أن تكون موجودة في بلادنا. إنها رياضة التسلق، ذهلنا بوجودها وممارستها من قبل بعض الشباب الهاوي لهذه الرياضة. بنلعب رياضة كثير، بنلعب كرة قدم وكرة سلة وتنس طاولة، بس اللي بنحب أكثر شيء هو التسلق في الجبال وكرة سلة. يعني كنت بنلعب كرة سلة في السبعين مثلا، ولا في النادي الوحدة هكذا. بس المشكلة مع الرياضة التسلق إنه ما بش أمكان كثير في اليمن تسويهن، وما بش ناس كثير، وما بش الأدوات تشتريهن، يعني ما تقدر تشتري الأدوات من اليمن، يعني هو صعب جدا. بس بنفس الوقت هذا الحال إنه بيدي لك حاجة تسويها، يعني تلحقها. كيف حالك؟ مرتاح؟ تمام والله. إن هذا طبعا ملك التسلق في اليمن، هذا اللي تقريبا أول واحد بدأ يتسلق في الجمهورية اليمنية، ولحتى الآن تقريبا أحسن واحد بيتسلق أنا. بعدين يورينا كيف يتسلق، كيف يركب الحبول، كيف هذا الرياضة. ايش؟ كم لكم تمارسوا هذه الرياضة؟ كم 2007 أول واحد جاء بدأ الرياضة هذا كان واحد أمريكي اسمه جاشوا، ومايكل، وواحد ثاني اسمه مايكل. ادوه كل الحبول والجزمات، ولا ايش يسميه؟ الهارنس، يعني تقريبا سروال تلبسه عشان ما تنكاش. وبدأوا أول طريق بالوادي الثاني، واحد طريق صعب جدا، وبعدين طلعوا لهانا وفعلوا طرائق فوق الجبال اللي هانا وبقي هانا. والتسلق هذا أكيد يعني هو تسلق مش تمشي بس، حاجة تتسلق فوق الجبال، يعني إذا تنكع تموت طبعا. بس الحين ركبنا حبول وهذا عشان إذا تنكع ما يصير لك حاجة، كل شيء تمام. كم يعني تدربوا يمنيين يتسلقوا معاهم؟ في كثير يعني. كثير يمنيين وكثير أجانب والكل. هل في له نادي أو في له يعني ناس داعمين له؟ كنا نجرب نفعل نادي، بس مع المشاكل كل شيء. كان في معهم مقر في سنوات قديمه. ايوه بالضبط، بس الحين كل شيء يعني تعب شويه. بدعم مش من اليمن وزاره الشباب والرياضه؟ ما في من الشباب. لا النادي دعم نفسه بنفسه. ايوه. اذا احنا نظهر ان شاء الله اليوم، وان شاء الله يوقع في ان شاء الله. ان شاء الله. كيف انت يا علي؟ كيف الدنيا عندكم؟ كل شيء سابره؟ الحمد لله. وصلوا البرقوق ولا عندهم؟ هسه ما بيشبهوا كثير، بس حاجه طيبه. يعني ان شاء الله يجوا بعد شويه. بدأت أنا قبل سنتين في عام 2010 لما كان بالأستاذ جاشوا، واحد أمريكي جاء لهنا وبدأ يتسلق، وكنت معهم تقريبا من البداية. يعني كنت هنا ولما طبقوا الطرائق اللي هنا في الجبال، وبصير كيف كان بيسووا كل شيء، وبدأت معهم في عام 2010. ولهذا اليوم بنجرب أتسلق مرة في الأسبوع، بس أكيد كيف معكم داري يعني صعب جدا تجي مرة في الأسبوع، معك عمل ومعك هذا. بعدين آخر سنة لي في المدرسة، يعني ما بش معي وقت فاضي كثير، ولشان هذا بنجرب اطلع لهنا أكثر من ما أقدر، بس في نفس الوقت مش هو كثير، يعني ممكن أجي لهنا مرة في كل أسبوعين الحين. تعرفت على تريم بواسطة مجموعة من الأجانب حضر له تسلق قبل 3 سنوات، وكان دائما يجي كل أسبوع يتسلق مع أصحاب اليمنيين وأجانب، وكان يجيب لنا مجموعة من الأجانب يتسلقوا، وقام بشهرة النادي
التسلق بين أصحاب أجانب ويمنيين. يهوى المغامرة ولا يتردد في التجريب والاستكشاف مهما بلغ ذلك من الصعوبة، فهو يفتش عن ما يشده في كل مكان ولا يهدأ له بال حتى يخوض غمار هذا الشيء. كريم دليلنا السياحي الذي عرفنا من خلاله أماكن لم نتوقع بقائها وأماكن لم نتخيل وصولها. صرنا سقطرة أنا وأربعة من أصحابي، وبدأنا نمشي ومشينا أرض الجزيرة من الشمال للجنوب. أيوة لا قصدي عفوا من الجنوب للشمال. مشينا 4 أيام، وبالأربع أيام هولا مشينا وسط الشمس القوي، وسط الحماء، وسط الجنان، فوق جبال وتحت جبال. وبعدين اليوم الأخير وصلنا لعند البحر ورتحنا، ويعني أفكاري يعني فرح صدق. وهذا اليوم اللي ما بنساش أبدا في حياتي من اليمن. كريم محب لليمن، يحب التنقل من قرية لقرية، من مدينة لمدينة. يحب الأصحاب اليمنيين، يفعل رحلات مع مجموعة من الشباب اليمنيين لعدة محافظات. أيضا راح مع صديق مع 2 يمنيين تقريبا لجبال في أفريقيا، كان تقريبا واحد من أطول الجبال في العالم. يعشق اليمن كعشقه للحياة ويصف روحه باليمنية، شخصية بشوشة وشاب مقبل على الحياة بمحبة، ويصر على اكتشاف هذه البلاد بنفسه ليمتع أيامه بأشياء قد تنقرض من حياته في وقت ما. وحينما يتحدث عن التنوع الجغرافي في اليمن المتمثل في الجبال والسهول، في الصحاري والوديان، وحديثه عن السواحل والبحار، تجد لمعانا ينطلق من عينيه قبل تسلل النطق من فمه. وهذا هو حال من فتن بحورية اسمها اليمن. نحن محظوظين في اليمن ان احنا عايشين هنا، ولازم نفرح على البلاد هذا بدل ما نجلس نقول ما بش كهرباء ما بش يعني نبصر اللي قدامنا ونركز على الحلاء حق البلاد بدل الشوع حق البلاد. قصدي يعني اللي كل شيء اللي خارب واللي هذا. وعشان هذا يعني كلمة للشعب وللناس اللي بيبصروا: حبوا بلادكم وحبوا اللي يحب بلادكم. أبي وأمي جو هنا أول مرة. أمي جاء أول مرة بعام 1979 وجانا كان بيشتغل مع سفارة إيطالية. طبعا أمي إيطالية وأبي أمريكي. وبعدين أبي جاء بالثمانينات وجلسوا هنا، عجبهم البلاد، عجبهم كيف كانت الدنيا هنا، وجلسوا هنا من هذا السنوات. يعني قد لهم هنا تقريبا 30 سنة، أكثر من يعني 30 سنة. وايوه يحبوا البلاد اليمن، ولشان هذا ربوا 2 عيالهم هنا. طبعا عجبهم البلاد كامل، اكثر شيء الثقافه اللي في اليمن. عجبهم كيف الناس، كيف بيتعاملوا الناس، كيف العيشه هنا، كيف الناس يعني بيتعاملوا مع نفسهم. وايضا عجبهم الجو، اكيد الجو حالي باليمن، والمناظر والبلاد نفسها. يعني الحاجة اللي في البلاد اللي يخلوا البلاد اليمن حاجة واحدة، يعني ما بش مثله. زار وتنقل في العديد من القرى والمدن اليمنية، وفي كل محطة توقف عندها كان يجد اختلافاً كبيراً فيما وجده في المحطة الأولى، فكأن الأمر أمامه كما لو كان هنالك آيات من الحسن تترنح وترتسم أمامه، مظهرة جمالها وحسنها وتفردها، فصار واقع في غرامهن جميعاً. ولكن صنعاء كانت من بينهن هي المدينة الروحية لديه، فشرب عاداتها وثقافتها وحتى لهجتها وهيئة أهلها، وتشبع بها كما امتزجت هي بنبضات قلبه. صرنا تقريبا أكثر القريات في اليمن.
الصدق قد صرنا المكان اللي انا احب اكثر يعني اكثر واحد في اليمن هو التهامه. يعجبني كثير لان التهامه مكان في ما ادري كيف تسميه بالعربي بايودايفرستي، يعني بكثير انواع الشجر وكثير انواع حيوانات وكل شيء غريب بالصحراء وبالغابه، ساعات جبل براء، بنفس الوقت بالشاطئ ساعة حديده، ونفس الوقت الشعب اللي هنا شعب كيف تقول يعني مش غريب بس حالي، انه يتدخل بالدم الافريقي، تبصر كيف الناس يعني بيسودوا شويه وحاجه. بنفس الوقت الشعب اللي انا تقريبا اطيب ناس في اليمن الناس من التهامه، اطيب ناس، وعلشان هذا يعجبني التهامه اكثر شيء. بس بنفس الوقت صرنا حضرموت، اكيد اسمي تريم، مدينه في الحضرموت. كان معي ناس مستكشفين اثار بالمارب، وهم اللي اكتشفوا على البراكش، مكان اسمه براكش كان قديم جدا، هم كانوا ايطالي، كنت بين مارب بعض الاحيان. هذا طبعا كل شيء قبل المشاكل، وهذا الحين السفر صعب جدا. مشكلة بس الحاصل يعني ضروري تعيش. لو ما يصير يطالع لما اسافر اي مكان ثاني بين البس المعوز قدام الناس اللي يطالعون بيستغربوا يقولوا ما هو هذا فرسان، ما رجال لابس فرسان. اقول لهم هذا ارتاح حاجة ترتاح فيها، ومش على سروالي ماسك بيك وهذا. ونفس الوقت بين افتكر ان اللبس اليمني حاجة حالة جدا يعني محترمة، وابيض الثوب الابيض يعني حاجة نظيفة ومحترمة، يعني بيبان انه في شرف في اللبس هذا. كغيرها من الرياضات والألعاب تمتلك رياضة التسلق قواعد خاصة تحكمها، ولديها أدوات وملابس خاصة بها تقي ممارسيها حوادث الانزلاق التي تؤدي إلى الموت. ولكن للأسف لا تتوفر هذه الأدوات والملابس في اليمن نتيجة لعدم الاهتمام بهذه الرياضة، أو ربما لم تدخل في قاموس الألعاب لدينا. خليني اساعدك بالادوات يا علي. هذه ادوات التسلق، الحبال اللي وراء، جزمات طبعا كلها مكلفه، كلها من خارج البلاد. ايوه ما بيبي عادي من امريكا، من دبي. لا عادي، شحطه عسكره. اي ساعة ما تبصروا الجدر هذا كامل لاصق بحدايد زغاس اللي تبصرها انا، وهذا الحدايد صح هذا تبصر كل مكان، واخر الحدايد بالسلسلة، يعني نربط الحبال بالسلسلة ونرجع نطرح الحبال الباقي فوق هذا ونتسلق. صح ما تبصروا مش هو حاجة بسيطة، مش انك تمشي لا طالع، بس في نفس الوقت الحمد لله معنا الحبول اذا اي حاجة يحصل تمام. من ركب هذولا؟ طبعا هذا المسامير والحدايد اللي فوق ركبتين بطل العالم، واحد فرنسي دينيان لوك، جاب عام 2009 ولا 10؟ جاب 2010. جاب 2010 هنا في الاسبوع صار سقطرة. اولا صار يتسلق في سقطرة وفتح طريق في سقطرة، بعدين رجع لهنا وفتح كل الطريق اللي هنا. كم بهنا الحين؟ به 7 هنا صح؟ 4 5 6 7 فوق 4 فوق 4 وهانك واحد. ايوه هادي شوك. بس ما تبصر هذا المكان حالي هادئ، تجي هنا تفرش اي حاجة هنا، تطبخ اذا تشتي هنا. بس في نفس الوقت لو ما يجوا ناس هنا اكيد ضروري يحصل حاجة. سواء تبصروا واحد جاء كتب اسمه هنا وهذا هذا داري، بس مش حاجة هالة يعني يخرب الشكل. جيت يوم هنا ما دب بترول، كنت شم الساح هذا بداية